اخواتي الزملكاويه والاسماعيلاويه صباح الفل عليكم. امبارح تاكد هبوط نادي الاسماعيلي لدوري الدرجه الثانيه بعد خسارته من نادي وادي دجله بنتيجه 2-1. طبعا بقى انا مش هديك الدباجه اللي كلكم عارفينها ويوم حزين على الكره المصريه والخ الخ الخ، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان اي مشجع كوره او متابع للدوري المصري مش شايف ان هبوط النادي الاسماعيلي ده خساره للكره المصريه ككل، فده محتاج يتعالج. لان القصه مش الاسماعيلي بس، كان من قبله بلديه المحله وغزل المحله نزل وطلع واسوان والمنصوره وغيره وغيره. واي مشجع لنادي جماهيري باستثناء الاهلي والزمالك فرحان في الاسماعيلي النهارده، فما تقلقش دورك جاي على راي الفنان ويجز. اما بقى على الناس اللي احنا عارفينهم اللي فرحانين في هبوط النادي الاسماعيلي، فالناس دي كده كده احنا عارفين ان مشكلتهم مش مع النادي الاسماعيلي، هم كده كده ما بيحبوش حد ولا في حد على وجه الارض بيحبهم. بس خلينا نرجع لمرجوعنا ونشوف ايه هي اسباب هبوط نادي الاسماعيلي للمره الثانيه على التوالي. هتقول لي اللعيبه، فانا واحد من الناس مش هظلم اللعيبه، هي اللعيبه دي امكانياتها كده، ونادي الاسماعيلي اصلا ما كانش عنده رفاهيه انه يختار لعيبه او يشتري لعيبه، لدرجه ان حتى لما كان بيطلع عنده لعيب فلته كان بيضطر يبيعه عشان خاطر يسد ديونه، زي عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي اللي اضطروا انهم يبيعوهم وهم ما حالتهمش غيرهم. هتيجي تقول لي عيب مدرب يا صاحبي، ما هو غيروا مدرب واثنين وثلاثه واربعه. طب هتيجي تتكلم في اداره، هقول لك طب ما تروح تدير انت، ما هي اداره اتغيرت والثانيه والثالثه، ما هي الاداره هتعمل ايه؟ ما هي دي الخامات المتاحه وهي دي الفلوس المتاحه، هيعملوا ايه؟ طب انا من وجهه نظري شايف السبب ايه؟ انا من وجهه نظري شايف ان النادي الاسماعيلي ده اكتر نادي اتخان في تاريخ الكره المصريه، اكتر نادي اتهمل واتباع من اتحاد كوره ومن ادارات ومن ابناء نادي ومن كله. هتيجي تقول لي ما اتحاد الكوره لغى الهبوط السنه اللي فاتت، يا صديقي ما ده ما كانش حل، ده لو اصلا اتحاد الكوره كان لغى الهبوط السنه اللي فاتت عشان خاطر الاسماعيلي، كلنا عارفين اتحاد الكوره لغى الهبوط عشان خاطر مين كان هابط مع نادي الاسماعيلي. بالعكس قرار الغاء الهبوط ده ما هو غير مخالفه للوائح فقط لا غير. انما الناس دي بقى كلها كانت فين واحد اعمده الدوري المصري بيقع وبينزل دوري درجه ثانيه؟ طب سيبك من اتحاد الكوره ومن دعم الدوله، لان كده كده احنا نفسنا كزملكاويه بنشتكي من الموضوع ده. انما بقى انا اللي مستغرب لهم وحارقين دمي هم ابناء نادي الاسماعيلي والناس اللي النادي الاسماعيلي اتسبب في شهرتها وصناعه اسمها. الناس دي اللي النهارده بينسبوا نفسهم لنادي تاني ونسيوا خالص النادي صاحب الفضل عليهم، وانا مش هسميهم بالاسم، هم عارفين نفسهم نفر نفر. يا راجل ده مفيش واحد فيهم فكر يدعم النادي ان شاء الله بتويته، معلش يعني على ايه يا اخويا انت وهو؟ انتوا اجعص واحد فيكم بقى لاعب كبير محليا، ده محمد صلاح اللي هو محمد صلاح بعد كل اللي عمله وكل اللي وصل له النهارده كل ما بيجي مصر بيروح يزور النادي اللي ليه فضل عليه اللي هو نادي المقاولين العرب. معلش بقى انتوا من غير النادي الاسماعيلي كنتوا هتروحوا النادي التاني اللي انتوا بتنسبوا نفسكم ليه؟ لو ما كانش نادي الاسماعيلي عمل منكم نجوم كان النادي ده فكر يتف عليكم؟ وكان رد الجميل تجاهل تام منكم كلكم للنادي اللي عمل منكم ناس يدفع فيها فلوس. وفي الاخر بعيد وبكرر، هبوط نادي الاسماعيلي هو مش خساره لجمهور نادي الاسماعيلي بس، ده خساره للدوري المصري ككل. وصدقني ده مش هيبقى اخر نادي جماهيري يودع الدوري الممتاز، لان انا كراجل اتحداوي بالتبعيه لاني راجل اسكندراني، الاتحاد السنه دي لو ما نزلش فهيبقى فلت باعجوبه، ولو استمر الوضع كما هو عليه ما اضمنش برضه ان الاتحاد السكندري يفضل في الممتاز السنه الجايه. وطبعا كالعاده كل واقف يتفرج، ايه هتعمل له ايه؟ هتلغي له الهبوط برضه السنه الجايه؟ يلا خلي الدوري يبقى 30 فريق. اشوف وشكم على خيرة الله، احلى اخوات واحلى متابعين.